السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أن نكثر من الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها 10، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فأكثر من الصلاة والسلام يا عبد الله على حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وسنختم بهذه القصة، أو سمعتها من أحد المشايخ الكبار عندما كان يخطب الجمعة في قرى من قرى مصر. فلما سمعت امرأة عجوز قد بلغت 70 من عمرها وهي مريضة على فراش المرض، فلما سمعت أن الشيخ فلان قد جاء لقريتهم ليخطب الجمعة قالت لابنها الأكبر: يا بني اذهب إلى المسجد الذي يصلي فيه الشيخ فلان، وبعد الصلاة قل له: يا شيخ إن أمي تدعوك لزيارتها. فقال: يا أماه إنه شيخ كبير. فقالت: يا بني بلغ الرسالة وافعل كما أقول. فامتثل الابن لأوامر أمه وذهب إلى المسجد ليصلي مع الشيخ. فلما انتهى الشيخ من صلاته قام هذا الشاب وتقدم أمام الإمام أو خطيب الجمعة، وإذا بهذا الولد أو الشاب ينظر تحت قدميه وينظر للشيخ. ففطن الشيخ فقال: أنت أيها الشاب تعال، أنت عايز إيه؟ قال له: بصراحة يا عم الشيخ إن أمي تدعوك لزيارتها. أمي قد بلغت من العمر أكثر من 70 عاما وهي على فراش المرض، وقالت لي كذا وكذا وكذا وتدعوك إلى زيارتها. فتبسم الشيخ وقال: آتي معك إن شاء الله. وذهب الشيخ ودخل على امرأة مسنة طارحة الفراش وقال: السلام عليكم يا أماه. فقالت المرأة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابني أنت بتشوف النبي؟ أنت بتشوف النبي في المنام؟ أنت بتشوف النبي في المنام؟ فكانت هذه أول الكلمات تقولها المرأة للشيخ. فطأطأ الشيخ رأسه ونظر إلى الأرض وقال: نعم يا أماه، رأيته مرتين أو 3. فقالت: ولكني أرى النبي كل يوم في المنام. بتشوف النبي كل يوم في المنام، ولكن يا بني منذ 7 أيام لم أرى حبيبي ونبي في المنام، فقل لي يا ابني أعمل إيه عشان أشوفه تاني؟ فسئل الشيخ: بتشوفه كل ليلة كل يوم؟ فقال: يا أماه بالله عليك ماذا تفعلين؟ ماذا قال؟ قالت: يا بني ما أفعل شيئا غير المطلوب مني يعني الصلاة، ولكني أصلي وأسلم على النبي كل يوم 11,000 مرة. 11,000 مرة بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم نصلي على النبي يا عباد الله؟ كم مرة نصلي عليه كل يوم؟ مرة، مرتين، 10؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا ربنا لنتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين ورجال المسلمين وشيوخ وبنات ونساء المسلمين. احفظهم بحفظك يا رب العالمين. جنبهم قرناء السوء، اجعلهم ذخرا لدينهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج علينا وعلى المسلمين ما هم فيه، وأن تجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج علينا وعلى المسلمين ما هم فيه، وأن تجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوان مستضعفون في الأرض، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فداوهم، حفاة فاحملهم. اللهم تقبل الشهداء منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصرنا الوباء، يا رب ارفع عن مصرنا الغلاء، يا رب ارفع عن مصرنا الغلاء واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.